السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة معانا وصفة جديدة، وصفة حلوة هنعملها مع بعض، ومبعتقدش ان في حد في الشعب المصري ما بيحبهاش. هي وصفة جميلة جدا، بس هي الوجبة بتاعتنا المرة دي هتبقى دسمة شوية. وجبة كلها دسمة كده وحلوة، شكلها حلو، والشعب المصري عامة كله بيحبها. الوصفة بتاعتنا دلوقتي هتبقى هي ايه؟ اهي، ايه رأيكم؟ الكوارع جميلة جدا اهيت وصغيرة، اهم حاجة ان هي تبقى محمرة كده، تعرف ان هي صغيرة وحلوة. اهي دي الكوارع بتاعتنا اهيت، جميلة جدا. دي بعد ما غسلتها ونضفتها، غسلتها بالليمون والخل والملح كويس اهو. اول حاجة هنعملها للكوارع دي ايه علشان نسلقها وتبقى حلوة؟ اول حاجة هنعملها بنحط ايه؟ مية على النار كده تغلي. المية هتبتدي تغلى اهي دلوقتي، انا حطها بقالها شوية. هنروح ايه؟ ساقطين فيها الكوارع بتاعتنا كده اهو. دي طبعا بعد ما غسلناها ونضفناها كويس اهو. ولازم تكون الحاجة اللي هنعمل فيها الكوارع لازم تكون واسعة كده، ما تعملهاش في حاجة ضيقة اهو. دي الكوارع اهي كده خلاص اهو. بعد ما غسلناها ونضفناها كويس بالخل والليمون، رحنا جايبين حله وحاطينها على النار، وحاطين فيها ايه؟ ميه تغلي. ايه علشان نعمل بقى الشوربه بتاعتنا وتبقى الوجبه دسمه والشوربه بتاعتها تبقى حلوه. اول حاجه بنجيب بصلايه وبنقسمها اربع قطع اهي. البصله بتاعتنا بس كبروا البصله شويه عشان تبقى حلوه. طماطمايه واحده علشان ايه؟ الزفاره، لو في زفاره او في اي حاجه. تالت حاجة هنحط قرن فلفل. بعد كده جزراية كده ايه. احنا خلصنا البوكيه بالجرنيه بتاعنا، ده بنسميه البوكيه جرنيه. دلوقتي خلاص احنا كده خلصنا، علقنا على الكوارع. هنحط لها بقى حبهان ورق لورا، ونسيبها تستوي ايه براحتها. سيبيها تستوي، تعلقي عليها وتسيبها تستوي براحتها لحد ما تستوي معاكي. ديك منها صغيرة مش هتاخد سوا كتير. عندك بقى في وصف اول، لو عندك كوارع كبيره ولا حاجه ومش ضامنه ان هي تستوي، بتروح حاطه لها معلقه سكر ايه على الوش كده، هتساعد معاكي في السوا. هو كده خلاص احنا خلصناها اهوت. هحط لها بس الورق اللورا والحبهان وعودين قرنفل، وهغطي عليها واسيبها. وبكده يبقى احنا ايه خلصنا اول خطوه في عمل الكوارع. بعد ما تستوي بقى هوريكم هنعمل لها خطوه تانية علشان تبقى حلوه معانا. بعد ما اخلص، بعد ما تستوي هوريكم احنا هنعمل ايه فيها تاني. وادي شكل الكوارع بتاعتنا اهي بعد ما استوت، وشكل الشوربه بتاعتها اهي دسمه وجميله اهي في المنظر اهو. شكل الكوارع اهي. هنشيلها بقى ايه، هنصفيها من الشوربه ديت وهنحطها في الطاجن. ادي الكوارع اهيت بعد ما حطيناها في البرام في الطاجن بتاعها. دلوقتي الخطوه اللي بعد كده بقى احنا محضرين تقليه بالثوم اهيت بالتوابل بتاعتها جميله جدا. هنروح ايه حاطين عليها كده اهو. اهوت كده اهو، حطينا الصلصه على كل الكوارع بتاعتنا، وهندخلها الفرن تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده اهو. حاجه كده وهم بعد ما استوت كده، مجرد ما تحط لها التتبيله بتاعتها ديت وبتتحمر في الفرن، بتبقى جميله 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 جدا.